اسمع عن حسني مبارك ده قبل ما اشوفه يمكن ب3 سنين، لان كان اخويا بيدرس في كليه الطيران، وكان حسني مبارك ده بيدرسه الطيران. انا كنت بروح نادي هليدو احيانا، وبعدين شفتهم في نادي هليدو وبلا شك اللي يلفت نظر اي فتى، واللي لفت انا نظري انا فيه اول ما شفته حتى مره اناقته. طبعا جايب البدله بقى الطيران ومتلمع وهو كده طبيعي يعني، كل حاجه كده مظبوطه. وسيم، كلامه متزن، انسان عنده ثقه في النفس، عزه بالنفس، قاعد كده يعني حاجه كده عظمه كده في نفسه. وابتدى بقى يعني العينين تلعب برضه دور بقى في العمليه دي، يعني كده نظره كده نظره كده، تحس ان في بقى بدا نوع من الاستلطاف ممكن تقول، او الاعجاب المتبادل. انا بطبعي هادي واحب عيله مترابطه ومتلازمه، فبرضه جت بقى تعرف، قعدنا برضه مع بعض مع والدي وبتاع، تعالى اتغدى معانا النهارده، فحصل زي نوع من يعني كده تعارف اكتر على مستوى العائلي بقى. فدايما اقول انتوا خطفتني كده، يقول انت اللي خطفتيني، مش فاهمه فيعني مش عارفه مين اللي خطف التاني بقى. انا فاكر انا ما اتجوزت كنت صاغ، كنت باخد 70 جنيه. فانا كنت باخد 30 جنيه لمصروف البيت. مصروف البيت يعني الاكل والشرب واحتياجات، كانش فيه الولاد او حتى لما جم الولاد يعني الرئيس كان بيدفع بقى، هو يدفع ايجار الشقه ويدفع الكهرباء، واجيب انا بقيه الحاجات. كان امية بقى في البيس بيشتغل، كان مدرس لسه في كليه الطيران، فكان يجيب بقى هو معاه بقى اللحمه من بلبيس ويجيب الفاكهه معاه من بلبيس، واحنا بقى 30 جنيه دول هم اللي كنا يعني مأجرين شقه نزل لها التخفيض، وكنا ندور على التخفيض وصلت حوالي 17 جنيه، خلينا ب 21. فرحانين قوي بالتخفيض، خفض 3 جنيه ولا 20%، ده شيء يعني مبسوطين قوي بيه. البادجت اللي هو حطهولي مشيت عليه، عمري ما طلبت زياده، وكنا مستريحين ملناش مشاكل، لان ملناش مطالب في الحياه كده. انا كان اللي بيزعلني دايما هو مش موجود، فغصب عني برضه كنت صغيره، وبعد احنا بعد الزواج ب7 اشهر سافر روسيا. زوجتي قنوعه جدا وعارفه امكانياتنا وبتدبر حالها، واولادي كانوا قنوعين، وكلنا يعني كنا ماشيين في حنيه. مثلا ما كانش عندي عربيه، جبت عربيه امتى؟ بعد ما رحت اول بعثه، كلفتني بثمنها كله 270 جنيه، ودي كنا واثقين بيها قوي. نروح اسكندريه اقتصاديه، ما كلفناش كتير، وكنا نروح اسكندريه بص لها علاء وجمال قاعدين في الصندوق اللي ورا، كرسي ورا، كانت يعني الحياه لطيفه يعني. الولد بيبقى عزيز على الواحد يعني، وابني وعايش معايا.